السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ عساكم جميعا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. شايفين بقى احنا ايه شغالين، يعني العمل شغال على قدم وساق زي ما بيقولوا. فدول الشباب ما شاء الله ربنا يحميهم يا رب. شغالين بايديهم واسنانهم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. آه، احنا عملنا شغل ما مش ممكن كنا نتخيل ان احنا نعمله. اي نعم احنا عملناه في شهرين ثلاثة. يعني احنا عاملينه من بعد رمضان يا ولاد، من بعد رمضان مباشرة واحنا بنشتغل في المكان. بس الحمد لله رب العالمين انجزنا، يعني وصلنا لمرحلة جميلة جدا هتشوفوها في اخر الفيديو. يعني احنا ما كناش نتوقع الكلام ده من 18 سنة. من 18 سنة تخيلوا، من 18 سنة واحنا بنتمنى نوصل لربع اللي احنا وصلنا له. فالحمد لله رب العالمين. يعني انتوا انا قلت لكم هتنبهروا من اول ما بدأت شغل في المكان، وانا قلت لكم هتنبهروا وهتنبهروا. فبصوا بقى، عايزه اقول لكم ايه، ان الشباب دول تعبوا جدا. ده ابني جناية، ده احمد ابني. كلهم خريجين جامعات، اوعوا تفكروا ان هم يعني اي كلام، لا. بس ده المكان اللي احنا عايشين فيه يا جماعه. ما ينفعش ان احنا نسيبه كده، ما ينفعش يبقى ورا المسجد بالمنظر ده. ده اقل واجب نعمله يعني. من 18 سنه وانا بقول يا اخوانا بقى، يعني ما ينفعش يبقى فيه ورا المسجد منظر بالشكل ده. ده كده نضيف، ده كده نضيف. انتوا شفتوش ده المكان ده كان شكله ايه؟ ده بعد ما الميه نشفت وسبناها لما بقت وده طبعا دي كلها قمامه، دي كلها قمامه مش مجرد تراب. احنا هما هنا بيعملوا ايه؟ بيعزلوا القمامه لوحدها والتراب لوحده. عايزه اقول لكم ان هم طلعوا كميه تعابين وكميه عقارب ودفافين. آه، مش عايزه اقول لكم كام واحده، يعني مزرعه. اه والله العظيم. حتى تلاقوا ان احمد دلوقتي وهو بيشتغل بيموت واحده. يعني هو دي واحده بقى من الوحايد، دي واحده. يعني بصوا بقى، تخيلوا المرار اللي كان بيدخل جوه الجامع، لان الجامع اقرب حاجه ليهم. الجامع اهو، بصوا بيشاور له عليها. شايفين؟ هو كده موت واحده او لسه بيموتها اهو. والله ربنا يحميهم يا رب ويحرسهم. تعبوا. طبعا احنا جبنا ناس كتير اشتغلت والناس دي متخصصة في الحاجات اللي هم عملوها. لكن كإزالة قمامة او ان احنا نطلع القمامة بره المكان كان من صعب جدا ان حد يجي بلودر او حاجة، لان المكان زي ما انتم شايفين كله غرف، كله غرف تفتيش يعني. لان احنا ما عندناش صرف يا جماعة الخير، احنا لسه الصرف ما دخلش. عفوا. فطبعا لو لودر دخل هيدخل يهد كل الغرف دي هتقع. انا عايزه اقول لكم ان مره في لودر ما كناش احنا ده كده احنا معليين الغرف واظهرناها وعملنا لها غطيان يعني. لسه كمان في الغرف اللي مش متغطيه لسه في عند الراجل بيعمل لها الغطيان. عايزه اقول لكم ان قبل كده جبنا لودر وما كناش شايفين ان في غرف، فغرز اللودر غرز لان وقع غرفه من الغرف والدنيا خربت. فالحمد لله رب العالمين، بفضل الله ثم بفضل مجهوداتكم معانا ووقفتكم الجميله معانا، وناس كتيره جدا ربنا يكرمهم يا رب ويوسع ارزاقهم. وقفوا معانا الوقفه الجميله دي. بصوا بقى، هوريكم المكان. تعبنا 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 تعبنا، كلمة تعبنا دي مش حاجة. يكفي ان دلوقتي يا جماعة الخير بصوا، يكفي ان الناس بتدخل تصلي وهي مطمنة. الناس بتطلع العمارة بتاعتها وهي مطمنة، مفيش روايح، مفيش والعياذ بالله حاجة نخاف منها تعبان او حاجة، لان المكان بقى نظيف جدا ومكشوف ولسه احنا شغالين. يعني احنا لسه هنعمل حاجات كتير جدا في المكان ده، انتوا بقى مش متخيلين احنا ناويين نعمل فيه ايه اصلا. فان شاء الله دعواتكم معانا بالله عليكم. احنا مش طالبين منكم اكتر من انكم تشيروا وتحطوا لنا لايك عشان الفيديو يعلى، والناس اللي هي حابه تساهم معانا تقدر تساهم معانا، لان احنا لسه هنعمل حاجات كتير. لسه قدامنا
كشافات النور. لسه قدامنا الطفلة، لسه اهو بصوا الدنيا ليلت عليهم، جابوا لمبتين وعلقوهم، جابوا لمبتين وعلقوهم ولسه بيشتغلوا. احنا شغالين من بعد رمضان مباشرة، من بعد العيد على طول لغاية يومنا ده اللي احنا فيه. النهاردة يا ولاد 20، النهاردة 21 6، 21/6 ولا احنا في شهر 5 يا ولاد، اللي هو ايه، اللي هو 3 ذو الحجة، 3 ذو الحجة. النهاردة 21 يونيو، صح؟ فعايزه اقول لكم ان احنا يعني الحمد لله رب العالمين، من شهر، من بعد شهر، من بعد العيد ما خلص على طول، من حوالي من يعني رابع او خامس يوم العيد واحنا شغالين في المكان. شايفين وصلنا لغايه فين؟ ده الكلام ده انا بصوره لكم امبارح، صورته لكم امبارح، المقطع ده متصور امبارح. عايزه اقول لكم بقى ليكم انكم تتخيلوا ليه، ما انتوا في فيديوهات منشوره على القناه بشكل المكان. انتوا كنتوا تقدروا تشوفوا المكان ده. بصوا بقى الحته اللي الجزء ده اللي هو لسه هما كانوا بيكوموا الزباله، فين الزباله بيكوموها هناك، هنا اهي اللي انا هقرب لكم عليها الكاميرا دي، علشان اللودر لما يدخل يعرف يدخل يجيبها، لان مش هيقدر يدخل هنا، مش هيقدر يدخل المكان ده. تمام. شايفين بقى المكان بقى منتهى الجمال. طبعا الغرف دي ليها غطيان عند الراجل لسه ما جبناهاش، لان هي بتبقى معموله من اسمنت وحديد وزلط، فبتاخد وقت عبال ما تنشف. تمام. طبعا لسه هنا هنمحر الحيطان دي، الحيطان بتاعه المسجد نفسها هتتمحر من ورا، وهنجيب طفله ان شاء الله، هنجيب انترلوك، هنحط انترلوك على كل المكان ده اللي انتوا شايفينه ده. وبنفكر بقى، انا بفكر مع نفسي كده ان انا احط هنا في المنطقه دي 3 شجرات اللي هما الزينه، 3 اشجار الزينه بقى فوق الانترلوك يا ولاد، يعني يبقى الانترلوك ده زي البلاط كده. شايفين الناس فاتحه الشبابيك ده، دي اجمل حاجه اني انا مرتاحه لها. يكفي ان الناس بتدعي لنا، الحمد لله رب العالمين. احنا عملنا انجاز، والناس اللي هي اللي بتقول احنا عملنا ده لا، احنا كمان احنا مساهمين، احنا ساهمنا بمالنا وبمجهودنا وبصحتنا. يعني احنا ما مش مجرد ان احنا يعني توكلنا على ان المساهمات الخارجية، لكن لا، احنا ساهمنا، احنا اول ناس ساهمنا، ولكن ربنا اكرمنا وبعت لنا ناس يعني خيرين كتير الحمد لله رب العالمين ساهموا معنا. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله لسه مكملين. طبعا احنا واقفين كده لغايه هنا، الشغل وقف كده معانا لان احنا المبلغ اللي معانا خلص، فلسه قدامنا بقى ايه، نمحر حيطه المسجد، ال3 حيطان بتوع المسجد دول، الحيطه اللي فيها الشباك والحيطه اللي فيها والحيطتين اللي فيهم الحمامات. تمام. وهنعمل بقى ايه، هنجيب الطفلة دي عشان الزرع اللي بيطلع في الارض عشوائي كده ما يطلعش تاني. وبعد كده هنحط رملة وانترلوك، وان شاء الله هتشوفوا المكان بشكل تاني. فهمتكم معانا يا شباب، فضلا وليس امرا، اللي يقدر يشير، اللي يقدر ان هو يساهم معانا، واللي يقدر يحط لنا لايك، يعني مجرد اللايك انت بتساهم معانا بطريق غير مباشر. يلا استنوا الجديد.